A lot of work there, Darko JB. يا نهار اسود يا عم، هي دي كرة بتضيع. ايه ده يا ابني؟ اعصابك مش كده. ايه ده؟ دي كورة. ايه ده يا ابني؟ ده كانت سنتي. يا نهار اسود يا انتوا شوية. خلاص يا عم، خير، هتلاقي ضعف بالغلط ولا حاجة يعني. ايه ده؟ هذا يا عم، انت مش شايف؟ يا نهار ازرق. تشربوا حاجة يا فندم؟ قول يا عم من هنا، قول. اوه، انا مش عارف والله، انا مش عارف. سيبني بس، سيبني ما اشوف. انا مش عارف. سيبني. Back on it now is a deeper one. And in the end, Nico O'Reilly. يا ابني جه جون. الو، جه جون يا ابني. يا ابني فريقك انت فريقك جاب جول. يا عم اقعد، هي دي كوره؟ عمال اتفرج على ناس ماسكين بتاع مدوره واللي دخلها في بتاع التاني. يلا يا عم انا ماشي. ناقص انا معرفش اللي جابني ناقص. مجنون ده ولا ايه؟ عشان انا يا شكري، ولا اقول لك انا مروح. انفصام الشخصية موضوع بيتهري هزار، وبص واخدينه كلنا بضحك وطريقة، ولكن هو في الحقيقة الموضوع جد جدا. ممكن تكون أول حاجة جت في بالك في موضوع الانفصام ده موضوع الشخصيات الكتيرة، وزي أفلام هوليوود إن شخص يعمل كذا شخصية وكل الكلام ده، ولكن الموضوع غير كده خالص. طب يعني إيه؟ يعني إيه انفصام شخصية؟ وهل فعلا أصلا ممكن يكون في شخص واحد عنده كذا شخصية بيقوم بيها بأدوار مختلفة ولكن هو برضه نفس الشخص؟ أول حاجة لازم نوضحها وأكتر حاجة شائعة أصلا الناس فاهماها إن أي حد قاعد بيتكلم مع نفسه فده كده عنده انفصام شخصية، وده غلط تماما. والحالة اللي بنسمع عنها في الأفلام غالبا اللي هي اضطراب الهوية، وده موضوع بعيد كل البعد أصلا عن انفصام الشخصية. الانفصام أو الشيزوفرينيا هو مرض عقلي بيخلي الشخص عنده هلاوس وأوهام، بس مش شرط إن هو يكون عنده شخصيات متعددة. يعني مثلا ممكن نتهيأله إن في حد قاعد بيتكلم معاه إن هو يبقى قاعد عادي، ويبقى في حد قاعد فعلا بيتكلم معاه وبيرد عليه وبالمناسبة الموضوع ده بيحصل جوه عقلي عموما. ممكن يكون عندي المرض ده، او ممكن يتهيأله ان هو عنده قوة خارقة وان هو فعلا يصدق ده ويتوهم ان هو فعلا عنده قوة خارقة وتلاقيه قاعد. او ممكن يتهيأله مثلا ان اهله بره بيته او بره اوضته عمالين بيتكلموا عنه وبيتأمروا عليه، او جيرانه بره بيتأمروا عليه، او صحابه عموما بيتأمروا عليه. هو الفكرة كلها ان هو راسم في عقله دايرة، هو في نص الدايرة، واي حد بره الدايرة هو عايز يخلص منه ويقتله وينهي دايرته دي خالص، ولكن الموضوع مش كده خالص، بس هو بيكون فاكر كده يعني. طب ايه هي اشهر المفاهيم الغلط اللي الناس فاكراها عن الانفصام فعلا؟ اول حاجه الشخصيات المتعدده، فاكرين ان الشخص ده عنده شخصيات متعدده، ان هو الصبح بيبقى بشكل وبالليل بشكل، الصبح بتلاقيه بيتعامل معاك بحاجه وبالليل تلاقيه بيتعامل معاك بحاجه والعكس تاني يوم، ولكن لا مش كده. تاني حاجه اللي عنده انفصام فعلا او اللي عنده المرض ده مش بيكون عنيف فعلا زي ما الافلام بتهيأ لنا، وان الافلام بتبين لنا ان الشخص ده ممكن يقتل حد او يتسبب في مقتل شخص. لا مش كده خالص. اصلا معظم مرضى الانفصام مش بيكونوا خطيرين اصلا لدرجة بنسبة 1% حتى، بل بالعكس هما بيكونوا فاكرينك انت اللي هتأذيهم، وعقلهم بيكون مشوش وفاكرين ان في ضغط حواليهم وفي مؤثر خارجي هو اللي رايح يأذيهم، لكن هما مش خطرين خالص ولا هما فعلا عنيفين زي ما الأفلام بتبين. وبرضه الانفصام مش سببه الجن والعفاريت، مش عشان شخص قاعد مثلا كلم نفسه او ان هو موده اتغير شوية في نفس الثانية اللي انت كنت بتكلمه فيها، فان هو يكون عنده جن او عفاريت او ان هو حتى تهيأ له ان في شخص قاعد معاه. برضه الموضوع ملوش علاقه بالبعد الرابع ده خالص. بالمناسبه احنا في البعد الثالث، وهو ملوش اصلا علاقه بالبعد الثالث، هو كل الفكره ان دي حاجه جوه دماغه يعني، فهو مش خطر خالص ولا هو له علاقه بالجن ولا العفاريت ولا الكلام ده خالص. او ممكن يكون له علاقه، محدش عارف، هم شايفينك بس انت مش شايف. طبعا بهزر، مفيش الهبل ده. الانفصام ملوش اي علاقه بالجن ولا العفاريت، لا خالص، هو مرض عادي ملوش علاقه بجد يعني. بس للاسف لغايه النهارده في ناس بتعتقد ان اللي عنده انفصام شخصيه ده بيكون ملبوس او ان هو عليه حاجه
او في حاجه مؤثر خارجي بيتحكم فيه، ولكن لا، بل بالعكس الفكر ده اصلا بيأخر علاج المشكله بتاعته. يعني ممكن يكون المشكله سببها واضح وصريح ومفهوم بسبب مثلا موقف مر عليه او علاقه خرج منها مثلا، فممكن علاجه يكون واضح وبسيط، ان هو يموف اون مثلا، او ان هو يعمل ايا كان حاجه زي كده. فكون انت فاكره ملبوس، او ان اهله فاكرينه انه اتلبس، او كل الكلام ده، فده بيأخر علاجه، وده بيكون ضده مش في صالحه خالص. طيب ازاي نعرف ان الشخص ده عنده انفصام فعلا او لا؟ يعني الاعراض بتاعته، ازاي الاعراض بتاعته بتبان؟ زي ما قلنا الهلاوس، ان هو ممكن يشوف او يسمع حاجات مش موجوده اصلا. يعني هو تلاقيه بيرد على حد وهو مفيش حد قاعد. ديت اول عرض معانا. تاني عرض الاوهام، ان هو بيكون واهم نفسه بحاجه، زي ما قلنا ان هو واهم نفسه ان في ناس بتتأمر عليه، او ان هو واهم نفسه ان الجيران بيتأمروا عليه، ان هو بيكون واهم نفسه ان اهله بيتأمروا عليه، صحابه بيتأمروا عليه. زي ما قلنا موضوع الدايره، ان هو جواها وفاكر ان كله عمال بره، اي حد بره الدايره بيتأمر عليه، ولكن هو مش كده، ولكن ده عرض من اعراض الانفصام. تالت حاجه الكلام الغريب او الجمل غير المترابطه، بتلاقيها بيقول كلام وفجأة يخش في موضوع تاني خالص، وبعد كده يرجع للموضوع الأساسي، وشوية تلاقيه دخل في موضوع رابع. فده طبعا من أعراضه برضه. بعد كده التصرفات غير المفهومة، أو إن هو بيعمل حاجات غريبة، أو إن هو يفضل ساكت كتير، وطبعا ده بيعكس عليك أنت إن هو ملبوس. فلا، هو بيكون كل الفكرة إن هو مريض. طب هل ده معناه إن أي حد سرحان هيكون عنده انفصام الشخصية؟ أكيد طبعا لأ. كلنا بنمر في مواقف يومية بتخلينا إن إحنا نسرح كتير ونفكر كتير. كلنا بنمر بعلاقات ممكن تخلينا أصلا إننا نكتئب مثلا. بهزر برضه، يعني أكيد مش حدش هيكتئب بسبب موقف أو علاقة يعني، أو هو ممكن، بس يعني ماشي. بس لا طبعا كلنا بنسرح، كلنا بيمر علينا حاجات، فده مش معناه ان هو ملبوس، ده مش معناه ان هو لا، هو دي كلها اعراض مرض. فديت حاجه لما بنشوفها على شخص ممكن نشخصه مبدئيا ان هو عنده انفصام شخصي. طيب هل مرض الانفصام ده له علاج اقدر اعالجه؟ اه له علاج، وممكن نعالجه عن طريق 3 حاجات. اول حاجه ان انت هتجيلي في سنه ثالثه بعد ما اخد نفسيه ان شاء الله، هتجيلي واعالجك. ف فاول حاجه طبعا ان اي حد يقولها لك ان انت تروح لدكتور نفسي، ف ده الصح، ولكن ما اعتقدش انها حاجه مهمه قوي، بس هو ده الصح ان انت اول حاجه فعلا تروح لدكتور نفسي. تاني حل معانا ان انت تاخد ادويه او جلسات علاجيه بتساعدك ان انت تتعامل مع المرض ده، بس برضه دي مش حاجات فعاله بنسبه كبيره. طيب تالت اهم حاجه، ودي فعلا الحاجه الفعاله اللي فعلا هتفرق مع الشخص ده وهتنقله خالص من فكره ان هو مريض اصلا، هو دعم الاهل والمجتمع والصحاب ومعارفه. والدعم عموما هيكون فعال بشكل كبير جدا من ان هو يتخلص من المرض ده، لان الوحده والعزله معروف طبعا انها هتزود له المشكله. فلازم ان هو يكون متفاعل مع العالم الخارجي، وفي نفس الوقت واخد منهم دعم وبس. وفي النهاية يا جماعة لازم نبطل استخدام كلمة انفصام ديت كشيء من الهزار أو الضحك، لأن ده فعلا مرض حقيقي. لما أنت بتقول لشخص أنت عندك انفصام في الشخصية، أنت أكنك برضه بتعايره بمرض أكنه عنده بالظبط كانسر. ده مرض وده مرض، ده له علاج وده له علاج. ده في مراحل مش بيكون معروف في العلاج بتاعه أو معروف سببه أصلا، وده في مراحل برضه ما بنقدرش إننا نعالجه أو إننا نوصل لحل إن هو يخلصوا من المشكلة دي أو من المرض ده. فلازم نبطل استخدام الكلمة دي في حياتنا اليومية بشكل مستمر، اللي هو أنت عندك انفصام، أنت مش عارف إيه، علشان مجرد موقف بسيط أنت شفته من الشخص ده. طيب ولو حد أنت عارفه، حد صحابك، حد من عيلتك عنده حاجة زي كده، أو أنت اتأكدت من الأعراض اللي أنا قلتها لك إن هو فعلا عنده حاجة زي كده، فكل اللي عليك إن أنت بدل ما تتريق عليه، إن أنت هتحاول إن أنت تساعده، هتحاول إن أنت تديله دعم بحيث إن هو يتخلص من المرض ده والمشكلة ده ويرجع طبيعي بأسرع وقت ممكن. وبس ده كان موضوعنا النهارده، موضوع بسيط كده لذيذ، حبيت ان انا ارجع بيه للقناه ان شاء الله. طبعا هقرب من المايك بقى عشان انا فعلا عايز اتكلم بجد اللي هو يعني دلوقتي ايه رايكم في السيت اب يعني. فانا اسف طبعا على الفتره اللي قطعتها ديت. يعني انا اخر فيديو تقريبا عامله كان، المهم ان هو من فتره كبيره، احنا في شهر 2 يعني، عدى 4 شهور تقريبا او 5 شهور على اخر فيديو انا عملته. فانا هحاول ان شاء الله اكمل. وفي حاجه بس انا مضغوط بس الفتره دي في حاجات كتير، واولهم هي الجامعه طبعا، هي السبب في كل ده. وانا عشان اعرف ارجع اعمل فيديوهات انا اضطريت ان انا ما اخدش ساكن على فكره في الجامعه، وان انا عشان بروح يوم جامعي واحد بدب 24 ساعه في اليوم الواحد، فدي معاناه كبيره جدا. وان شاء الله في فيديوهات كتيره جايه يعني، وفي ان شاء الله انا اعمل حاجه كده لها علاقه بالجيمنج قريب يعني.
ممكن تكون فيديوهات، ممكن تكون لايفات، ايا كان فديت حاجه هقدر استمر بيها ان شاء الله. وبس، وكل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه شهر رمضان. وبرضه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الجاي اللي هو العيد اللي بعد رمضان. هتقولي طب ليه احنا لسه بدري، لسه شهر؟ هقول لك علشان انا مش ضامن اعمل فيديوهات، فان شاء الله برضه كل سنه وانتم طيبين برضه بمناسبه العيد اللي بعد العيد اللي جاي، لان انا برضه ممكن ما اعملش فيديوهات. فبجد انا مش بهزر والله. يعني ان شاء الله يعني الدنيا تظبط ونكمل. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله في احسن حال، وسلام. بالك من دار داير فكرك مبتور لحد هو المايك ده بقى يعني والبتاع يعني انا وانت اظبط لي بقى. طبعا لا 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 لا، طب اطلع تيست مايك.